السلام عليكم حلقات فيديو جديد ووصفة جديدة من الوصفات اللي كيعجبوكم الأطباق اليومية. أفكار جديدة وحصريا على قناتي. غادي نتقاسم معكم أسرار اللي أول مرة كنت ديجا تقاسمتها في ميد غاديو، ولكن شي حاجة أول مرة على اليوتيوب. معقودة باللوبيا الخضراء. درنا معقودة ببطاطا، درنا معقودة بالخضر كاملين إلا اللوبيا خضراء، ما حتى شي واحد ما فكر في هذه الفكرة، وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم، كتجي شي حاجه رائعه بزاف. وغادي نعطيكم حتى هاد الطويجين بالدجاج والبصله والزبيب كيف كيطلبوا مني بزاف ديال الاخوات بغاو اطباق يوميه. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو نشوفوا مقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي، غادي نبداو بالطاجين. عندي هنا بصله متوسطه كنقطعها شنيف على هذا الشكل هذا، درت عليها الملحه، الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال القرفه. هادو هما التوابل اللي كندير في الطاجين. هذا الطاجين هذا ما كيحتاج اننا نشحروه بزاف ولا نشرملو الدجاج قبل ولا شي حاجه، دغيا دغيا كيوجد. ضفت معلقه صغيره ديال السمينه، وهنا كنت ديجا كنوجد الزعلوك ديالي. كتعرفوني دائما انا مع الزعلوك ضروري يكون واجد عندي. هنا كندير الزعلوك اللي كيكون مشوي بالدنجال مشوي. شوفوا معايا الطريقه ديال كيفاش كنشوي الدنجال. ما كنخليهش حتى كيتحرق مده طويله، كنشوي غير واحد شويه حتى كتبان ليا ديك القشره ديالو بحال تكمشات، وكنقلبوا على الجهه الاخرى باش هكا كيبقى عندنا الدنجال من الداخل ما كيكونش محروق. كنبغيو حنا غير هذيك اللذه ديال الشوى اللي كتكون عاطيه فيه. هنا غادي نحط الدجاج. كيف كتشوفوا معايا الدجاج راني ما مشرملاه ما حتى شي حاجه. كنحطوا الطريفات ديال الدجاج غير هكا مغسول من طبيعه الحال ومديكونجلي، كان عندي في كونجيلاتور. كنضيف عليه شويه ديال الخرقوم بلدي. غيكون احسن الا ضفتوا ليه شويه ديال الزعفران شعره. انا ما توفرش عندي داكشي علاش درت ليه الخرقوم بلدي. غادي نضيف قزبور ومعدنوس. كيف قلت لكم ممكن ديروا زعفران شعره وممكن ديروا ضويمه ديال الزعفران، انا وليت كنحاول نتفاداها ما امكن. وبالخرقوم بلدي حتى هو راه جديد بزاف. غادي نحركو غير واحد شويه، كنقلبوا تقريبا واحد 5 دقائق ما كاملاش. صافي صنع نبيو كنكملوا الطاجين ديالنا. هذا الطاجين هذا كيف قلت لكم ما كيحتاجش اننا نقليوه ولا نشحروه، لا، هذيك البصيله هي اللي كتطلق لينا المذاق، والقرفه اللي كنديروا معاها من الاول كتعطيه مذاق زوين بزاف. وغادي نعطيكم واحد السر واحد اخر بالنسبه لهذا الطاجين، اولا بالنسبه للزبيب اللي كنديروا معاه. دائما الزبيب كيف سبق وقلت لكم في التفايه ديال الكسكسو. هنا بعدا راني كنوريكم البصله. درت تقريبا بصله واحده اخرى متوسطه، النص ديالها قطعته شنيف وزدته على الطاجين، والنص قطعته رقيق غادي نديرو في المعقوده. هنا بالنسبه للزبيب ضروري كنرقدوه في اتاي. سواء اتاي اللي كيشات لكم على الفطور، الا بقى عندكم شويه اتاي كترقدوا فيه الزبيب، سواء كتاخذوا شويه ديال حبوب اتاي كتخويو عليهم الماء الطايب وكتصفيوهم وكديروا عليهم كتخويوهم على الزبيب. هكا هذاك الزبيب كيطلق واحد المذاق رائع بزاف، واحد النسمه عجيبه في الطاجين. ضفت عليه شويه ديال القرفه وقزبور ومعدنوس مقطعين. يكون احسن الا كان قزبور ومعدنوس جديد، انا كان عندي في كونجيلاتور ولكن حتى هو جا جديد. ضفت شويه ديال الماء، غنقول لكم تقريبا ربع كاس ديال الماء، وكنضيفوه من الوسط وكنخليو الطاجين كيطيب على المهل من طبيعه الحال. هنا بالنسبه للمعقوده ديال اللوبيا، كناخذ اللوبيا كنخليها صحيحه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. غسلتها مزيان بالماء والخل وكنردها كتفور. هاد العمليه هذه فاش كنديروا اللوبيا كتفور هي الاولى، عاد باش كنقيوها من هذاك الخيط ديالها، كتخلي داك الخيط كله كيتحيد لينا من اللوبيا. وفاش كنجيو نطحنوها ما كنلقاوش مازال نهائيا. شوفوا معايا فاش كنفوروها تقريبا واحد 15 دقيقه وماكسيموم، يعني 10 حتى 15 دقيقه، وكندوزو باش نقيوها. شوفوا معايا كتنقى بسهوله وكيتحيد منها الخيط كلها. فاش كتجي كنطيبوها اولا في الماكله ما كنلقاوش هذاك الخيط نهائيا. كنت فورت مع حبه ديال خيزو اولا حبه كبيره ديال الجزر، كنطحنها في الاشواخ. ما كنطحنهاش حتى كتولي عندي مطحونه بزاف، وانما غير كناشيها على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. بحال اللي غنشلضوا بصله رقيقه. غادي نديرها في واحد الاناء وكنحك هذيك الحبه ديال الخيزو، كتعطي معاها واحد المذاق رائع رائع بزاف. غادي نضيفوها على اللوبيا، وغادي نضيف شويه ديال البصله. هذاك النص بصيله اللي وريتكم شحرته في شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار ومعلقه ديال الزبده، وغادي نضيفو على هاد اللوبيا هادي. كيعطينا حتى هو واحد النسمه رائعه. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتولي. كنحمروها غير شويه، ماشي حتى كتحمر بزاف وانما غير شويه. غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال المعدنوس،
وغادي نضيف شويه من توابل الشاورما، تقريبا معلقه صغيره من توابل الشاورما كتعطي فيها واحد النسمه يا سلام. وغادي نضيف بيضه كامله وشويه من خميره الحلويات. هاد الخميره ديال الحلوى هي اللي كتنفخ لينا المعقوده وكتخليها ما كتشربش الزيت بزاف. غادي نخلط الكل جيدا ونبدا نضيف الشابلور. بالنسبه للشابلور على حسب القياس حتى كتجمع لكم المعقوده ديالكم. انا هنا تقريبا خدات مني واحد 5 المعالق ديال الشابلور. غادي نضيفوهم شويه بشويه وحنا كنخلطوها حتى كنشوفوا هاد الجمعات عندنا. غادي نهزو واحد شويه بيدينا ونقيسو في يدينا نشوفوها صافي الجمعات، وديك الساعات غادي نحبسو من الشابلور حيت حنا بغيناها باش نقليوها نيشان، يعني ما ندوزوها لا في دقيق لا في حتى شي حاجه. هذيك الشابلور بوحدها هي اللي كتجمع. كنخليوها واحد شويه على ما ديك الشابلور بحال كتشرب لينا دوك السوائل وكتزيد كتنفخ. وديك الساعات نبقاو نشكلوها ونقليوها نيشان. كيف قلت لكم ما نحتاجو مازال ندوزوها لا في طحين اولا لا في الدقيق لا حتى شي حاجه. كنديروها قريصات على هذا الشكل هذا وكنقليوها نيشان في المقله. ما كنديروش الزيت كثيره في المقله، غير شويه. هي راه ما كتجيش شاربه الزيت بزاف. كيف ممكن انكم ديروها في اللاطه ديال الفران، طرشوا عليها شي شويه ديال الزيت وتدخلوها تحمر في الفران على خاطرها حتى هي كتجي زوينه. ثقوا بي، هاد المعقوده كتجي رائعه. ممكن ديروها ساندويتشات، ممكن نرافقوها مع تجي كمقبله بحال كيف درتها انا اليوم. يعني كنرافقوها مع الطويجين. كيف ممكن اننا نخضروا بها الطاجين ديال اللحم. كنطيبوا اللحم عادي، الطويجين ديال اللحم عادي، وكنخضروا به كنخضروه بهاد المعقوده هادي. كتجي من لذ ما يكون. كنقليوها على خاطرها، يعني ما كنجهدوش عليها النار، كنخليوها حتى كتحمر على خاطرها ونقدموها مع الطويجين ديالنا. كيف قلت لكم ممكن نديروها ساندويتشات، كتجي رائعه الوليدات مع شويه ديال لاصوص كيتشوب اولا مايونيز، كتجي رائعه رائعه بزاف. هنا واحد لاستيس بالنسبه للطاجين حتى كيطيب اولا كنبغيو نطفيو عليه، كنضيفوا ليه واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. ممكن تضيفوا العسل، كيعطي واحد التعليكه رائعه للطاجين هذا. ممكن غادي تجربوها وتردوا عليا الخبر. كيجي رائع بزاف، بحال الطويجنات اللي كناكلوا في لي ريستورون اولا سورتو في هذوك لي ستاسيون اللي كيكونوا في الطريق. كيجي رائع بزاف. هنا من بعد ما تقلات عندي المعقوده كنديرها فوق ورق النشاف حتى كتمص عندي هذيك البقايا ديال الزيت، وكنقدموا الوجبه ديالنا بالصحه والراحه. كتجي من ألذ ما يكون. انا متاكده غادي تجربوها خصوصا المعقوده. طاجين راه كان ديجا تقاسمته معكم يعني في اوائل اولا في بدايات القناه. والمعقوده نتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم. كيف قلت لكم هذه هي اللي كنت عطيت في ميدغا شي شهر دابا تقريبا باش كنت عطيتها، وجربوها بعض الاخوات تقاسموا معايا التطبيقات ديالهم. وحتى نتوما الا جربتوا شي حاجه من وصفاتي ما تنسوش تبارطاجيوها معايا في الصفحه ديالي على الانستغرام اللي كنخليها لكم دائما في اول تعليق وفي صندوق الوصف. نخليكم على خير والى اللقاء.